في تاجر سوري دمشقي سافر إلى بلد أوروبي للعمل، الكلام من 20-30 سنة. له مدير أعمال هون يتابع له بعض أعماله. كانت يعفور هلأ يعني من جديد هيك عم تظهر. مدير أعماله بيبعث له بيقول له في قرنة بضاحية الشام بأطراف الشام اسمها يعفور، والله هذه يعني متوقع لها مستقبل، وفيها عم يشترى أناس مزارع وفيها فلل لو أنك تشتري فيها شيء. سأل، قالوا له صحيح هذا الكلام، فأرسل لمن يقوم بأعماله في الشام أنه إيه نعم اشتري لنا أرض، اشتري لنا كم دنم بدنا نساوي عليهم مزرعة ونطلع فيهم فيلا. بالفعل صار يرسل له أموال، اشترى، ثم بعدين سورها، بعدين صار زرع ما أراد فيه الزراعة، بعدين عمل الفيلا، عمل المسبح، يرسل له أموالا. بالآخير في سور حجري مرتب صار على هالمزرعة. الرجل غائب عن الشام. الآن منى عينه بقى هذا الرجل كان يبعث له صور إنه هي المزرعة وهيك صارت الفيلا وهيك فعلنا وهيك رفعنا وهيك خفضنا. لما عاد إلى الشام وصل، أول ما وصل بالمطار عم يستقبلوا أهله أولاده. وين بتحب تروح يا بابا؟ وين روح؟ قال لهم خذوني فورا على يعفور، فورا بدي أشوف المزرعة اللي عم ببعث لها والأراضي اللي عم ببعث لها. أخذوا على يعفور. بقى هذا مدير الأعمال طالب من المهندس ساوي له سور حجري وبوابة حجرية، وفوق البوابة الحجرية حاطط هيك لوحة فنية وتربوية وإيمانية مكتوب فيها الملك لله. فهذا وصل على البوابة، الرجل طلع هيك لقى محطوط لوحة مكتوب الملك لله. قال له شو هاد؟ قالوا له بوابة حجرية يعني. قال له لا، هذا شو اللي مكتوب فوق؟ قالوا له مكتوب الملك لله. قال لهم شو الملك لله؟ هي المزرعة ملكي، أنا صار لي 20 سنة غايب عن هالبلد وعم ببعث مصاري عشان تقولوا لي الملك لله. هي المزرعة ملك لفلان هو يعني. حلفوا بالله، يخبرني الطبيب أنه سقط بأرضه، حمل من يعفور إلى مشفى الشامي، فحصوه شلل رباعي غير ردود. جيبوا طبيب تاني، شلل رباعي غير ردود. بعثوا الصور والتحاليل على الجامعة الأمريكية ببيروت، شلل رباعي غير ردود. على الأردن شلل رباعي غير ردود. الدكتور نما له شيء من يعني القصة، فقال لهم للأولاد، قال لهم يا أولاد، أبوكم نازع الملك في مملكته، إذا أردتم لأبيكم أن يقوم على قدمين لاقوا طريقة تسترضوا الملك. شو بدنا نعمل يعني؟ قال لهم تصدقوا، تبرعوا لأيتام لفقراء. صاروا يفعلوا. يبدو هالأب لسه في بنفسه إنه هذا رزقي، هذا ملكي، هذا عطائي. كل ما تحسن شوي طالعوا من المشفى لوين؟ على يعفور. يوصل على باب المزرعة يسقط. أول مرة وثاني مرة، والمرة الثالثة مات في المشفى ولم يدخل المزرعة. لمن الملك؟ لله. كلوا واشربوا من رزق الله. يا إخوان، الرزق اللي عنكم مو رزقك هذا رزق الله. الطعام اللي بيتك أقسم بالله حبة زيتون ما تستطيع أن تأتي لزوجتك وأولادك، والله لو منعت منك لما استطعت أن تأتي بها. والله قطرة الماء الذي تنزل من صنبور الماء في بيتكم، أقسم بالله لولا ألطاف الله لشرب الناس من مياه الطين، وقد رأيتم أناسا يشربون من ماء الطين. كلوا واشربوا من رزق الله.